في كل مكان وحلقة جديدة من ساعة كورة. النهاردة بنتكلم طبعا حازم امام معاكم من 3 ل 4 كل اثنين وخميس. طبعا كل سنة وانتم طيبين ومساء الخير عليكم وعلى اللي يسمعونا في العربية او في الشغل او في البيت. ودايما يعني معظم اللي بيكلمونا بلاقيهم دايما في الشغل، يعني بيتابعونا دايما يعرفوا ايه الاخبار. هتكلم معاكم النهارده طبعا عن اخبار الدوري المصري وبيبقى حواليها طبعا بعض الامور والاخبار المهمه. امبارح كان في تشامبيونز ليج واول امبارح في تشامبيونز ليج، وكان في النهارده طبعا اليوروبا ليج. برضو اللي بيتابع الدوريات الاوروبيه امبارح برضو اقول لكم الماتشات اللي اتلعبت امبارح، نتائج الاسبوع العاشر طبعا امبارح واول وعلى فكره بكره الاسبوع ال11. يعني طبعا في ضغط للمباريات بشكل كبير عشان توقف الدوري هيكون بعد ماتش الزمالك والاهلي يوم 29 ديسمبر. هيبقى مده بقى طبعا بطوله افريقيا، هيبقى في توقف لبطوله افريقيا اللي في الجابون هتبتدي يوم 14. اللي منتخبنا هيسافر ان شاء الله يوم 13 من مصر، هيطلع عنده اول مباراه يوم 17 وهيلعب ماتش مع تونس يوم 8 ديسمبر ان شاء الله. نتائج الاسبوع العاشر: الاتحاد السكندري بيكسب نصر التعدين. كاتونجو طبعا اللعيب المهم دلوقتي في الاتحاد والبارز بشكل كبير، هو اللي جاب الجون. بتروجيت كسب الشرقيه. اسوان هزيمه اخرى من مصر المقصه، ومصر المقصه عامل موسم رائع حتى الان مع كابتن ايهاب جلال، وكل اسبوع بيتفوق على نفسه، وكان يمكن اول الدوري حتى مباراه الامس للنادي الاهلي، والاهلي هو دلوقتي بطل يعني متصدر القمه. داخليه وسموحه بيتفوق على الداخليه برضو عندها ازمه كبيره جدا، بيخسر بقاله كذا ماتش ورا بعض. وادي دجله واول فوز لاحمد حسام ميدو العالمي، فوز مهم جدا وصعب جدا، وكانت مباراه لذيذه وحلوه وحماسيه. ابتدت بهدف لدجله ثم هدف لامبي وتفوق لامبي وتعادل لدجله وبعدين تفوق لامبي وبعدين تعادل لدجله، واخر دقائق المباراه بيفوز دجله 4-3، فوز مهم جدا لدجله. وامبي يفضل في يعني ظلمات الهزايم المتتاليه ورا بعض. امبي عنده يعني لعيبه كتيره جدا ولكن نتائجه صعبه. امبي 12 في الدوري، كسبش من لعب 10 ماتشات، كسب 3 فقط وتعادل ماتش وخسر 6. تخيلوا امبي باللعيبه اللي عنده الكتيره دي واللعيبه المهمه جدا، ولكن واضح النتائج. ومشي كابتن علاء مسك الشرقيه وبرضو النتائج لسه مهتزه، ويمكن كان الكلام على ان مؤمن سليمان هيمسك، لكن مؤمن سليمان ما مسكش. الكلام دلوقتي على طارق العشري ان هو ممكن يكون موجود. طارق العشري عنده بيلعب في ليبيا وقريبا ان هو يكون موجود، ممكن يكون موجود في امبي. المقاولين العرب بيخسر من المصري 2-1، يفضل حسام حسن وفرقته من احسن فرق تلعب كرة في الدوري المصري. الاسماعيلي والزمالك 0-0. الزمالك مع كابتن محمد صلاح في اولى مباراه نادي الزمالك تحت قياده كابتن محمد صلاح وعوده كابتن محمد صلاح مره اخرى. كابتن محمد صلاح دايما هو المنقذ في الفتره الاخيره، اي مدير فني بيمشي كابتن محمد دايما هو اللي بيكون موجود ومتواجد. وشفنا ماتش الاسماعيلي يمكن من رايي عمل ماتش رائع بالنسبه يعني الفتره اللي فاتت، يمكن ده احسن ماتش للكابتن اشرف خضر. والنادي الاسماعيلي لعب بالذات الشوط الاول كان فيه تفوق شويه، والشوط الثاني نوعا ما الزمالك لعب احسن شويه. الاسماعيلي تعادل مع الزمالك. امبارح كان طبعا طنطا او فوز مهم جدا على الانتاج الحربي، بيخلي طنطا يمكن بالتاني فوز، ولكن بينط لغايه المركز ال13 بعد ما كان المركز الاخير الاسبوع الماضي. مهم، وهو كان ماتش كويس قوي من طنطا بصراحه، ماتش كويس وهارد لك لكابتن شوقي غريب. الاهلي امبارح بيختم الاسبوع العاشر بفوز مهم جدا 3-0 على طلائع الجيش في اولى هزايم طلائع الجيش هذا الموسم. طلائع الجيش كان لعب 8 ماتشات كسب 4 وتعادل 4، كان اول هزيمه ليه امبارح مع النادي الاهلي. الاهلي بيفضل هو متصدر القمه حتى الان برصيد 26 نقطه، مقصه 24 نقطه، بتروجيت 22 نقطه. بتروجيت كمان بيقدم حتى الان مع موسم رائع. سموحه مركز رابع كابتن حلمي طولان 21، المصري الخامس 16، الاتحاد السكندري السادس، طلائع الجيش السابع، وادي دجله الثامن، الزمالك التاسع. الزمالك طبعا عشان لاعب 6 ماتشات فقط، اقل ماتشات طبعا بكتير. الاسماعيلي العاشر، المقاولين، امبي، طنطا، الانتاج، الداخليه، اسوان، النصر التعدين والشرقيه. دي يمكن كانت نتائج ماتشات الاسبوع العاشر.
برضه عايز اقول لكم ان بكره هيبتدي الاسبوع ال11 على طول، يعني ما فيش وقت كتير زي ما قلت لكم، هيبقى في ضغط كتير للمباريات الفتره اللي جايه لغايه شهر 12. بكره هيبتدي الاسبوع ال11 بالشرقيه والاتحاد السكندري الساعه 3 الا ربع، ومصر المقاصه وبتروجيت الساعه 5. يوم السبت 3 الا ربع سموحه مع اسوان، المصري مع وادي دجله، ماتش حلو ده نتفرج عليه. وبالليل بيختم بالزمالك والمقاولون العرب الساعه 8:30. يوم الاحد هيبتدي في 4 مباريات، الاسماعيلي وطنطا 3 الا ربع، الساعه 5 امبي والداخليه، الساعه 5 برضه طلائع الجيش والانتاج الحربي، والساعه 8 النصر التعدين والنادي الاهلي. طبعا مستني رسائلكم على 8802 وتليفوناتكم على 3835 دول يمكن ارقامنا وتليفوناتنا. رسائلكم تاني على 8802 والتليفونات على 3835 هقول شويه اخبار معايا كده النهارده، يمكن برضو من الاخبار للتحكيم، لان طبعا ناس كتير بتتكلم على التحكيم. النهارده كان في اتحاد الكوره السماعات اللي هي بيتعامل بيها اتحاد الحكام مع بعضهم في الملعب. النهارده كان وصلت السماعات، كان بقالها فتره في الجمرك، يعني التخصيص الجمركي، وصلت النهارده وكان في محاضرات من لجنه الحكام على الحكام يستعملوها ازاي ويشتغلوا بيها ازاي. ممكن نلاقيها بكره، على فكره السماعات دي موجوده مع الحكام في مباراه الاسبوع ال11، ممكن نلاقيها بكره، ممكن تتاجل شويه. النهارده كان التدريب العملي وكيفيه يعني تشغيل السماعات. النهارده كان في اتحاد الكوره معظم الحكام كانوا موجودين، ولجنه الحكام كانت عامله اجتماع معاهم على السماعات. في حوالي 10 سماعات وصلوا، يعني 10 طقمه، يعني 10 طقمه للحكام، يكونوا كل طقم تحكيمي معاه يمكن 5 أو 4 سماعات. يعني حاجه تخش شويه في التواصل اللي موجود ما بين الحكم الاول والحكم الثاني والثالث والرابع وحكام الرايه طبعا مع الحكم الاول، انها بتبقى كلام مهم جدا بدل ما يجي له المشوار ده كله، وبدل ما يروح ويجي بيبقى دايما الكلام والتفاهم بينهم وبين بعض. وبيبقى كلام كمان مش شرط ان لازم يروح له يبان ان في مشكله، بيبقى كلام بينهم وبين بعض بيبقى في يعني بشكل احسن، بيبان بشكل كبير. وبتخش برضه في منطقه انت بتحاول تحسن التحكيم. الناس كلها بتتكلم على التحكيم، هل التحكيم كويس مش كويس؟ برضه يمكن الناس كتيرة، إداريين، مديرين فنيين، رؤساء أندية بيتكلموا على التحكيم، كل واحد بيشوف ان هو مظلوم، او كل واحد بيشوف ان هو عنده تظلم. ما دام كل الناس بتتظلم يبقى الناس كلها يعني انا شايف يبقى التحكيم كله كويس، لان ما دام ده الزمالك بيتظلم والاهلي بيتظلم والاسماعيلي بيتظلم يبقى ما فيش توجه لحد معين. يعني شفنا المهندس محمود طاهر متضايق من التحكيم، شفنا مستشار مرتضى منصور متضايق من التحكيم، شفنا مديرين فنيين متضايقين من التحكيم، وبالتالي يعني يبقى ما فيش نوعا ما توجه. ودي حاجه مهمه. ممكن الاخطاء موجوده في كل حاجه وفي كل مكان، يعني بتشوف الشامبيونز ليج، بتشوف اليوروبا ليج. اقول لكم برضو ماتشات الشامبيونز ليج عشان الناس برضو اللي ما تابعتش تتابع. يوم الثلاث كان في ماتشات مهمه. سيسكا موسكو بيتعادل مع باير ليفركوزن 1-1، موناكو مع توتنهام 2-1، موناكو بيكسب. بروسيا دورتموند كسب 8-4 ليجيا وارسو، ده يمكن اكبر نتيجه في تاريخ الشامبيونز ليج، 8-4. سبورتنج لشبونه خسر من ريال مدريد 2-1. ليستر سيتي كسب كلوب بروج 2-1. اشبيليه بيخسر من يوفنتوس 3-1. دينامو زغرب بيخسر من ليون 1-0. كوبنهاجن بيتعادل مع بورتو 0-0. ماتشات امبارح هزيمه بايرن ميونخ، ودي يمكن يعني واضح ان بايرن ميونخ السنه دي في مشكله. هو دلوقتي في المركز الثاني في الدوري، المركز الاول فرقه طالعه صاعده من الدرجه الثانيه هي المتصدره الدوري الالماني، وبايرن ميونخ في المركز الثاني فرق 3 نقاط، وبيخسر من روستوف الروسي 3-2 بره ملعبه. هو كان بيجرب لعيبه كتير امبارح، لكن طبعا نتائج سيئه بالنسبه لبايرن ميونخ. بشكتاش بيتعادل مع بنفيكا في ماتش عالمي، بنفيكا كان كاسب 3-0 ورجع بشكتاش تعادل 3-3. نابولي 0-0 مع دينامو كييف. لودو جوريتس مع بازل 0-0. ارسنال مع باريس سان جيرمان 2-2. مونشن جلادباخ مانشستر سيتي 1-1. سيلتيك برشلونه او ميسي 2-0. اتلتيكو مدريد بيكسب ايندهوفن 2-0. دي نتائج الشامبيونز ليج. عايز اقول لكم شويه اخبار زي ما قلت لكم. الاهلي بيزور النهارده مستشفى ابو ريش لرفع الروح المعنويه للاطفال. كان طبعا اتحاد الكوره الاسبوع امبارح راح زار برضه مستشفى ابو ريش. النهارده النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ وعماد متعب وحسام عاشور واحمد فتحي ومؤمن زكريا ووليد سليمان وعمرو جمال لعيبه الفريق الاول بالنادي الاهلي عقب مران الفريق صباحي الى مستشفى ابو ريش للاطفال.
وتأتي الزيارة التي يقوم بها عبد الحفيظ ونجوم الفريق من أجل زيارة الأطفال المرضى ورفع الروح المعنوية. الحاجة طبعا زي ما قلت العمل المجتمعي ده مهم جدا جدا جدا، واللعيبة لعيبة الكورة بالذات تأثيرهم مهم جدا على الناس، ودايما الجمهور يعني أو العلاقة بين اللعيب والجمهور بتبقى علاقة وطيدة جدا، ويبقى مؤثر جدا. الولد الصغير بيبقى متأثر جدا بالنجم الكروي اللي بيقول له حاجة أو بيعمل له حاجة. فده اللي يمكن بحب جدا أأكد عليه، وبشجع كل اللعيبة وكل الأندية إنها لازم تشتغل على الحاجات المجتمعية والخيرية دي، مهمة جدا جدا جدا. خلينا نسمع حمائي ونرجع نكمل كلام. الأربعة كنا بنتكلم عن اخبار الشامبيونز ليج، اتكلمنا على النتائج والاخبار وموضوع الحكام والسماعات. مهمه جدا السماعات، يعني بنحاول ان الدنيا تمشي معانا زي ما الناس ماشيه بره شويه. طبعا الامور مختلفه، ولكن هنحاول نشوف ايه اللي بيحصل في التحكيم. انا شايف ان الناس بتحاول وبتسعى انها تجتهد في مجالها، كل واحد في مجال شغله. خلينا ناخد معانا كابتن رضا البلتاجي رئيس لجنه التحكيم الحكام طبعا المصريه. مساء الخير يا كابتن رضا. مساء الخير يا كابتن حازم، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ ولا بخير يا كابتن حازم، الله يخليك. انا لسه كنت بقول النهارده دلوقتي كان في النهارده الصبح زي محاضره او ندوه مع الحكام، السماعات وصلت، وكان في زي محاضره بتعلم يعني بتقول الناس تشتغل ازاي وتتعمل ازاي السماعات. فعلا الموضوع ده موجود دلوقتي؟ مظبوط، احنا خلصنا يا كابتن حازم، والحقيقه مش احنا اللي كنا بندي المحاضره فيما يخص السماعات. الشركه المستورده اللي هي للسماعات كان يعني بتوجه الحكام ازاي تشتغل مع بعض، وازاي يتواصلوا مع بعض اثناء المباراه. طيب ممكن السماعات دي نشوفها امتى مع الحكام يا كابتن رضا؟ يعني خلاص احنا يعني عندنا مشكله دلوقتي يا كابتن حازم ان هي جايين 10 سماعات بس. وخلينا برضه نشكر 10 سماعات ولا 10 طقم؟ 10 اطقم يعني طقم 4 مثلا او 5 صح؟ طقم 5. احنا دلوقتي بنحاول نعمل حاجه نحط يعني بصمتنا المصريه، بنحاول نخليهم 4 السماعه الزياده، نعمل نكون طقمين كمان، يعني نخليهم 12 طقم. اوكي. يعني نحاول ناخد واحده من كل طقم ونعمل 12، نزود طقمين. بس عايز اقول لحضرتك ال 10 سماعات دولت احنا مش عارفين يعني طبعا. الو، طيب هنوصل تاني، هنحاول نتواصل، والخط واضح انه قطع مع الكابتن رضا البلتاجي، كان نفهم منه بالظبط ايه الموضوع. محمد زينهم يا كابتن حازم، ابعت لك عن الشطحات الفنيه في الزمالك وحضرتك اتضايقت. والله ما اتضايقتش خالص، انا عايز الراي التكتيكي في تدوير وتغيير مركز اللاعبين، شخصيه وكره الزمالك. متشكرين يا ثعلب. انا ما اتضايقتش والله خالص يا محمد، انا هتضايق ليه؟ انا كل واحد ليه رايه، وانا دايما بشوف وبقول يعني 50 مره الموضوع ده، كل واحد وجهه نظر في الكوره، كل واحد ليه وجهه نظر، ما ينفعش تفرض رايك على حد في الموضوع الكوره. انا بشوف ان حازم كويس، واحد بيشوف ان حازم مش كويس. خلينا نرجع تاني للكابتن رضا البلتاجي ومعانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن رضا. معلش مساء الخير، اهلا بك يا كابتن حازم. قول لي يا كابتن بقى ايه اللي حصل؟ يعني في الغالب كده هنحط سماعات في مناطق، يعني ملعب اسوان مثلا في فريقين بيلعبوا في الدوري الممتاز، هنحط طقم هناك على طول كل اسبوع، يا تبقى في ماتش يا اسوان يا تعديل. اسكندريه في الغالب هنسيب طقمين. القاهره ملاعب هيبقى يعني في 3 اطقم. 3 اسماعيليه هيبقى في طقم، طنطا هيبقى في طقم، الشرقيه في الغالب هيبقى في طقم، والسويس برضو نفس الوضع، يعني الملاعب. طب يعني غطيت كل حته كده؟ تقريبا كل المحافظات الجمهوريه اللي فيها مباريات في الدوري الممتاز. ايه بقى ربنا يفرجها ان شاء الله نقدر نجيب 10 تانيين. لا بس حلو قوي كده، وانت كده غطيت كل الماتشات، يعني غير بقى لو في عندك في منطقه واحده ماتشين زي القاهره دي محتاج فعلا 3 طقم. موجود 3 اطقم في القاهره، واعتقد القاهره مش هيبقى فيها اكتر من 3 ماتشات. طب سؤال، انت عايز حاجه 6 ليه؟ انت هتعملوا الحكم الثالث والرابع اللي هم على الخطوط ده بقى ولا ايه؟ لا 6، لا مش 6، انا بتكلم اطقم ثانيه زياده. لا حضرتك تقول لي الطقم الواحد هنخليه 6 بدل 5، ولا انا فهمت غلط؟ هو ايه يا جماعه السكه بتقطع ولا ايه؟ طيب ما اعرفش في ايه في التليفون النهارده، لكن هنوصل تاني للكابتن رضا، لان عايزين بس نخلي الناس تفهم السماعات دي ازاي هتشتغل معاهم وهتعملوا ايه واهميتها ايه، لان احنا كلنا عارفين ان هي مهمه وبنشوفها واتعمل في اوروبا وفي دوريات اوروبا كلها موجوده، فبتبقى حاجه
اكيد هم سابقنا في المجال ده، والكوميونيكيشن مهم جدا، التواصل مهم جدا، ان دايما انت لما تلاقي الحكم جه للحكم الثاني او الرايه والكلام ده تعرف ان في مشكله، لكن ممكن يبقى الكلام منهم من بعض بعيد ما يبقاش في مشاكل، او يحلوا المواضيع من خارج الخطوط، او يقول له مين ضرب مين من غير ما يروح له والكلام ده. هي بتبقى طبعا التواصل مهم جدا، ودي يمكن اهميه السماعات. لكن خلينا رجعنا الثالث لكابتن رضا. انت كنت فين يا كابتن رضا؟ السكه بتقطع كل شويه. انا بعتذر لكم بقى ربما معلش ولا يهمك، احنا معاك يعني. مشكله من عندنا. هو اكيد زي ما انت قلت يا كابتن حازم هيكون ليها هتحل كتير من المشاكل يعني. انت عارف في كتير ماتشات، انا بتصور ان في ماتش سنه يمكن 80 اتصور الدوري اتلغى كله واتحاد الكره اتلغى بسبب الرايه طلعت والمساعد والحكم ما شافش المساعد، حسب بنالتي على النادي الاهلي. واتذكر في ماتش الاهلي والمحله غد محله في المحله، مساعد كان اسمه خورشيد. أيوة. والحكم ابراهيم النادي. الماتش ده اتلغى، الاهلي انسحب بعد الكوره دي متهيألي. الاهلي انسحب في الاسبوع التالي، كان الاهلي المفروض يلعب ترسانه في استاد القاهره وما راحش الماتش. الدنيا اتقلبت. يمكن لو كانت موجوده سماعات في اليوم دوت. يعني انت شايف الموضوع ده مش رفاهيه ولا حاجه، هو مهم جدا للتحكيم؟ لا يعني رفاهيه، ده دول العالم سبقتنا يمكن باكثر مش اقل من 10 سنوات. صح. لا احنا محتاجين له يعني، لكن احنا مشاكلنا اكبر من كده يا كابتن حازم. ايه بقى ايه اكبر المشاكل يا كابتن رضا بتواجهك كرئيس؟ يعني خليني اقول لك يعني الادب والذوق الاعلامي اللي عند حضرتك دوت يعني في ناس كتير بتفتقده. وخد حضرتك في مواقع، موقع اتصل بيا قال لي حالا في يعني نزل على مواقع ايقاف محمد فاروق لمده شهر. انا كابتن حازم باكد لحضرتك. الو. ايوه معاك كابتن. احنا بنعاقب اي حاجه مخطئه، لكن ما بتشهرش فيها يا كابتن حازم. يعني انا مش دوري العقوبات السريه. المخطئ لازم يتحاسب. لكن انا شايف الناس شغوفه جدا ومشغوله الايقاف يعني الناس بتبقى سعيده. هما بيحسوا ان انت يعني في رد فعل الحكم اللي بيخطئ، فبالتالي هيبقى في طمأنينة لاي حكم يجي انه مش هيغلط، هيحاول ما يغلطش. كل الناس بتغلط طبعا، لكن قصدي مش هيبقى في يعني اخطاء كثيره يعني. كابتن حازم الحكم هو المضار الاول طبعا اي خطا بيرتكبه. يعني مش قادر اقول لحضرتك الحكم يمكن احيانا، انا شخصيا لو نرجع لورا 15 سنه كده كانت ممكن رمي تماس ولا فاول في نص الملعب يخليني. انا مره والله كنت في بطوله عربيه هنا، كنا مقيمين في الاوتيل، كان سنه 99 النادي الاهلي كان منظمها. انا اطلقت سفاره على تسلل بدون رايه وانا مخطئ، يعني انا ظننت الحكم والمساعد سرح ولا حاجه. انا قعدت اقسم بالله يا كابتن حازم، قعدت قدام الاوتيل في الشارع لغايه الصبح بلوم نفسي وبعاتب نفسي. فعايز اقول لحضرتك ان احنا يعني بنعاتب نفسنا قوي وبنحاسب نفسنا كويس جدا، سواء الحكم بيحاسب نفسه او انا كلجنه بحاسبه. انا بتابع كل ماتشات يا كابتن حازم، عمليه صعبه جدا طبعا، والامور يعني اصعب عن زمان. زمان ما كانش في نقل تلفزيوني يا كابتن حازم، انت حاليا بتنقل المباريات القسم الثاني، ودي مشكله كبيره جدا. انت عندك اسبوعيا 9 ماتشات في الدوري الممتاز و26 مباراه في الممتاز ب. لا وحظك كمان بقى يتنقلوا دلوقتي الممتاز به كمان يعني. ايوه اكثر صعوبه ومنقوله كلها على الهواء ومعاها استوديوهات تحليليه. وخلينا نتفق ان بعض الاستوديوهات بتميل للاثاره. احنا بنلعب في ظروف صعبه جدا يا كابتن. الشارع المصري حتى فيه توتر. طيب يا كابتن رضا، يعني ده طبعا الناس بتتكلم ومحدش يفضل ما يتكلمش، لكن قصدي هل لا ما نقدرش نحكر على اي حد. انا بتكلم بقى ايه اللي انت بتعمله عشان تعلي من مستوى التحكيم في المصري شويه، انك تتلافى الاخطاء. ان كل الحكام بتغلط طبعا، لكن كل ما العدد بيزيد اخطاء بتزيد، كل ما يبقى في مشكله يعني. هل ايه الحاجات اللي انت شايفها لازم تحصل للحكام المصريين؟ هل في دورات، في ندوات، في حاجه ممكن تحصل، ولا هو حكامنا كويسين لكن احنا اللي ضاغطين عليهم زياده عن اللزوم؟ يعني انت شايفها ازاي؟ لا كابتن حازم، لا انا ولا غيري ولا قبل مني ولا بعد مني هتقف في اخطاء حكام. طبعا اخطاء حكام متواجده، ودي جزء من متعه اللعبه. كل ما في الامر ان هناك في دول متحضره فيها رقي وفيها اخلاق بتتقبل الامور دي بكل بساطه. يعني في اخطاء افضح من كده، يعني في اعلى من برشلونه وريال مدريد يا كابتن حازم. يعني في كوره اجمل وامتع كده، وعايز بنشوف كوارث تحكيميه يعني وبتقبلوها بحسن نيه. دايما يفترض في الحكم حسن النيه. برشلونه كان ليه بينالتي قريب قدام مالاجا وما اتحسبش وارده جدا. كابتن من اسبوع السعوديه بتلعب اليابان في تصفيات كاس العالم، يمكن خسر 2-1 بركله الجزاء، بهدف من ركله الجزاء وهميه يمكن تطيح بامال السعوديه في التاهل لكاس العالم. وعاد الامور مره يا كابتن، احنا بنفترض سوء النيه في الحكم، وده اهلاوي وده زملكاوي وده شغال في انبي وده شغال في الجيش، ونفضل وده اخوه كان بيشتغل، يعني تفضل تقول حاجات حاجات غريبه بسمعها. صح. يعني دايما بنفترض في بعض سوء النيه. كابتن انا النهارده رد على سؤال حضرتك،
بعد ما الحكام قعدت مع الناس اللي هي الشركه المستورده للسماعات وشرحوا لهم طريقه استخدامها. انا قعدت معاهم حوالي 100 حكم ووقفنا على بعض الاخطاء وبعض الحالات وبعض المشاكل اللي بتقابل حكامنا. انا كابتن حازم باكد وبكرر مره ثانيه، انا مش انا هوقف اخطاء الحكام، احنا بنحاول بقدر الامكان نقللها. احنا حريصين جدا ان كل فريق ياخد حقه. انا هرجع بس اقول لحضرتك اسبوعيا عندي 35 مباراه في القسم الاول والقسم الثاني اللي هو اكثر صعوبه من يعني كل يوم في ماتشات. فهات لي انا عندي 7 حكام دوليين. هات لي الانديه كلها حتى في القسم الثاني عايزه حكام دوليين، اجيب منين انا كابتن حازم؟ في نفس الوقت احنا اعلنا عن اختبارات حكام جدد في يناير اللي جاي، ما جاليش في لعيبه كوره كابتن حازم، كل اللي جايين عفوا لا لعيب دولي ولا درجه اولى ولا درجه ثانيه ولا ثالثه. امال ايه بقى موظف يعني لعيبه لعيبه قسم رابع او لعيب مركز شباب او لعيب لعب مثلا في سنه او سنتين ناشئين في انديه يعني في اي نادي على فكره. فده ما عندوش خبره وحساسيه الملعب يا كابتن. انا عايز حكم واجهه، عايز حكم يشرف، عايز حكم هو كابتن من مقومات الحكم انه يكون لاعب كوره قبل كده ولا مش يعني لازم مش شرط؟ اللائحه بتقول يكون لاعب على الاقل سنتين حتى في فرق اللائحه. وطبعا طب ده على العالم كله نفس اللائحه دي ولا احنا بس في مصر يا كابتن؟ والله انا كابتن حازم انا ما اطلعتش على لائحه العالم كله. احنا بنحاول لا بالعكس، ده في دول ثانيه بتاخد حكامها ما مارستش، يعني يقول لك خريج كليه تربيه رياضيه. انا عايز يكون مارس كره قدم، يكون عنده شجاعه ويكون عنده يعني عنده مقومات حس بالموضوع نفسية. قبل كده، شاف بيعرف يتعامل مع اللعيبه في الملعب، يعني يبقى عنده السنس. يعني اقول لك يعني عندي معلومه. علي بوكسيم الحكم العالمي الرائع الاماراتي اللي شرف العرب كلهم كان بيلعب تجديف. ما لعبش كره قدم بالمره. حتى بخصوص جدته زمان وهو كان من حكام الصفوه. تحس انه بيعيش واعي عن كره القدم ومع هذا كان لكن انا عايز ارجع برضه هنا اللائحه عندنا بتقول يعني ده شارك في 2 كاس عالم يا كابتن، 3 كاس عالم يعني شارك 98 و2002 و94 وعمل تاريخ كبير جدا. حكامنا انا بقول لحضرتك الامتحان بعد وما جاليش لعيب كوره في مصر لا ثالثه ولا ثانيه ولا اولى. ليه بقى يا كابتن حازم؟ اولا بيشوف الاهانات والبهدله اللي تعرض ليها الحكام. حاجه ثانيه الجانب المادي، يعني كابتن الماتش الناشئين ب 100 جنيه يا كابتن حازم ما يجيبوش ثمن مواصلات التاكسي. يعني لما يطلع الحكم من بيته ويروح يدير مباراه في نادي الزمالك مثلا، لو قلنا هو ساكن في قسيم ولا في اي حته في ضواحي الجيزه، يتكلف كام عشان يروح نادي الزمالك او نادي الترسانه؟ يعني 100 جنيه اللي باخدها في الماتش بيصرفها مواصلات. يمكن عشان كده انا يعني قدمت مذكره السيد المهندس خالد عبد العزيز لرفع البدلات ل 200 جنيه، وامبارح انا كنت وافي مبدئيا. الو ايوه معاك يا كابتن، معاك. امبارح استكمالا للحديث دوت المهندس هنا ابو ريده قال الكلام يعني منطقي، وفعلا 100 جنيه مبلغ ما يشجعش ان اللعيب كوره ممكن يرفع اكتر من الرقم اللي انت كنت عايزه كمان. يعني انا طمعان ان هم 200 جنيه. امبارح كنا في الاجتماع والكلام فعلا كان على البدلات والكلام ده كله. انا هتصور في الاجتماع في نقطه ثانيه كنت اتكلمت عنها، ان انا الحكم ما بيخش مواصلات. يعني 2 حكام خارجين من القاهره، واحد بيدير مباراه في نادي الزمالك او في استاد القاهره والثاني بيدير مباراه باسوان، ياخدوا نفس القيمه؟ يعني يروح على حسابه يا كابتن حازم. تمام يا كابتن، ويرجع على حسابه. تمام مفهوم يا كابتن. يعني طيب عايز خلينا تحديدا، عشان طبعا مشاكل التحكيم لو قعدنا حلقات وحلقات، لكن خلينا تحديدا شايف مثلا الاسبوع العاشر مستوى التحكيم كان متوسط، فوق المتوسط، اقل من المتوسط؟ الاسبوع الاخير يا كابتن هي المباراه اثارت جدل ومصر كلها وقفت على رجليها، مباراه الاسماعيلي والزمالك. وانا يعني كابتن الحكم خلينا هقول لك بكل امانه الله اكبر. في الوسيله اتقلبت في لمسه يد في يد المدافع في الشوط الاولاني، رايي شخصي وبقول بكل امانه ليس فيها تعمد. ليس فيها تعمد ولا ليس فيها تعمد؟ ليس فيها تعمد. يعني المسافه كانت قريبه كابتن حازم بين اللاعب المهاجم والمدافع لا تزيد عن 2 ياردة، والكره كانت قويه سريعه ما لحقش يسحب ايده. انا بتفق مع الحكم بقراره. الشوط الثاني كان فيه عرقله لشيكابالا داخل منطقه الجزاء، الحكم خانوا. دي كانت بينالتي دي. انا رايي الشخصي بتفق معاك وانا كمان. كانت ركله الجزاء الاولى عشان نؤكد انها لم يكن هناك تعمد في اللعبه. خلينا نوحد قراراتنا يا كابتن عشان ما اقولش خلي النهارده والاسبوع الجاي اقول عكسه، لان مش دي اخر لعبه هتحصل. الدوري مش هتقف والكره تستمر لقيام الساعه، انا قاعد هنا النهارده بكره مش موجود. لكن خلينا، مش عايز اعمل من الحكام بالبلة يا كابتن، مش عايز عشان ادافع عن الحكم طبعا اقول كلام غلط والناس كلها في الشارع بتفهم يا كابتن حازم. لكن انا الحكم فيه، لكن هي الناس يا كابتن عايز تعرف ان اللي بيغلط بيتعاقب، عقاب بقى ان هو بيستبعد من مباريات كبيره، بيستبعد من مباريات الدوري الممتاز، بيبقى فيه دايما عقاب يعني عشان ما تبقاش الامور بس باينه ان مفيش حد ما بيتعاقبش. لا يا كابتن مفيش حد فوق العقاب، سواء كان حكم درجه اولى ولا ثانيه ولا دولي، كل حكم يعني اخطا بنحاسبه يا كابتن. لكن عايزين برضه كابتن يعني
بلاش الضغوط القويه على الحكام دي، نفترض فيهم حسن نيه ومفيش حد موجه. طبعا انا شخصيا كابتن، انا بحط تعيينات الحكام يا كابتن حازم، انا اللي بحطها. وانت طبعا يعني مش عايز اقول يعني. طب انت حد يجي مثلا يقول لك حط ده، او حد يجي لك من اتحاد الكوره يقول لك هعين ده او يعمل ده مثلا؟ حازم امام بس، حازم امام بس هو الوحيد اللي يعمل كده. تخلص عليا يعني خالص على حازم امام هو اللي بيطلب حكام معينه. والنبي بلاش هزار في الحاجات دي لحسن يصدقوا. انا مش ناقص. يعني كابتن حازم والله كلهم زي حضرتك كده، اقسم بالله العظيم يا كابتن حازم. طبعا انت طبعا ما تعرفش طريق لجنه الحكام فيه. والله ما اعرف، عمري ما شفتش فين الاوضه اساسا. لا خلينا احلف، انا واخد اعتقد كل شعب مصر كله يعرف الكلام دوت. باخلاقك العاليه وتربيتك الجميله دي، واقسم بالله العظيم يا كابتن حازم. على فكره يعني مش عايز اقول اسامي، اقسم بالله العظيم ما حد بيتدخل في الشغل بالمره. تمام. وانا بحط الحكام وفقا لرؤيتي. طيب. وانا عايز انجح طبعا، كله في وشك انت يا كابتن في الاخر، الناس بتكلمك انت. كابتن حازم انا مش هقبل اي تدخل طبعا، لا من الاتحاد ولا من خارج الاتحاد ولا حتى من الانديه، مع الاحترام لكل الانديه. طيب هسالك بس سؤال يا كابتن سريع، سؤالين صراع. في يعني اتحادات بتعلن العقوبات للناس، وفي اتحادات ما بتعلنش. انت شايف، انت دايما مع عدم الاعلان. يعني الاتحاد الافريقي من يومين اعلن توبيخ وايقاف الحكم الغاني لمتي بسبب ضربه جزاء وهميه في ماتش جنوب افريقيا والسنغال. واعلنها بشكل صريح يعني. صح؟ تختلف يا كابتن حازم ما بين الاتحاد الافريقي الاتحادات القاريه ولا الاتحادات المحليه. تمام. الاتحاد القاري اللي هنا موجود، الاتحاد الافريقي موجود هنا في القاهره، الحكم انت قلت من غانا والحكم الثاني من اوغندا. خلاص الموضوع يعني ما تفرقش في الاول، لكن انا مش عايزه مثلا ايه الحكم مثلا محمد عادل مثلا، عشان محمد عادل قعدوا ده مني غلط يروح شغله الزملاء يقولوا له يا موقوف. مش عايز وجيه احمد غلط وهو مروح البيت مراته تقول له يا موقوف. رضا بتاجي ماشي بنته تقول له ده انت موقوف. يعني انا كده كنت برضه الحكم ليه زوجه، صح، ليه اهل طبعا، عمل الناس ليه وظيفه وليه مركز اجتماعي. مش عايز اجرحها يا كابتن. مش الغرض هو الايقاف، مش الغرض العقوبه. ربنا لما كان شرع العقاب من اجل التأديب والتعليم والاصلاح، وليس الاهانه او تجريح. يعني العقوبه كابتن خلينا ايه بغرض الاصلاح يا كابتن حسن، لكن لا يليق يا كابتن ان انا اهين حكم او اجرح او اقل من قيمته. طبعا يا كابتن. طيب السماعات هتوصل امتى يا كابتن؟ يعني هتظهر امتى على الدوري المصري؟ يعني ان شاء الله نعمل الاسبوع الجاي بامر الله. يعني اللي هو بكره الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي يعني؟ والله احنا بدانا نوزعها يمكن بكره ما نحاولش. احنا في بكره جمعه وسبت وحد وبعدين 3 4 خميس. هنحاول ما لحقناش السبت والحد يبقى 3 و4 و5 يعني الاسبوع ال 11 هيبقى الاسبوع ال 12 ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن رضا، وطولت على حضرتك. اشكرك كابتن، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. كابتن رضا بالتاجي رئيس لجنه الحكام المصريه. طيب خلينا نطلع نسمع اغنيه مع بعض نفصل شويه ونرجع نكمل. ورجعنا لكم تاني وساعة كورة مع حازم إمام من 3 ل 4، ودايما معاكم على رسائلنا 80 22 وتليفون 3835961. ناخد معانا أول تليفون. هاني، مساء الخير يا هاني. ازيك يا كابتن حازم؟ ازيك يا هاني، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كله كويس. انت في الشغل يا هاني شكلك، مش في الشارع؟ لا رحت الشغل بقى. ايوه مش في الشارع، مش شايف زحمة حواليك ولا حاجة؟ لا في الشغل. تمام. بتشتغل ايه يا هاني؟ لا عندي محل كده يا كابتن حبيبي. لوازم كوره. تمام. قول لي ايه الأخبار؟ عايز تقول ايه؟ انا عايز اتكلم حضرتك في 3 نقط. 3 ده حلو، ده كلام كويس، اتفضل. لجنه الحكام ما تنفعش تبقى محترفه، يعني نجيب حد من بره. ما هو من بره اهو. اجنبي. اوكي. اصل يا كابتن يشيلوا كابتن، مع احترامي للاشخاص اللي انا هقولها، وجيه احمد يرجع وجيه احمد، ناصر عباس يرجع ناصر عباس، وهي الاخطاء. كابتن جمال غندور اما يحلل هي نفس الاخطاء، وكنت حضرتك ماسك وهي نفس الاخطاء. فالاشخاص واحده. وساعتها الاهلي والزمالك مش هيقدر يقول حاجه، ونعمل كوادر جديده للجنه الحكام. هي المشكله عارف ايه هي؟ فكره يعني فكره برضو زي ما يبقى في مديرين فنيين اجانب، بس هي النظريه جابوا شاهين. لا كل واحد ليه طبعا كينونته وليه احترامه، لكن هي النظريه عارف ايه يا هاني؟ لا ما وجهه نظرك تحترم يعني. نعمل مدارس للحكام. بس انا عارف اقول لك حاجه، انت لو كنت سمعت معايا اللينك اللي فات كابتن رضا قال لك ايه؟ قال لك انا بختار الناس بنفسي، فهو عارف الحكام. الراجل الاجنبي ده مش هيبقى عارف. قريبه من الكابتن رضا. ما احنا نجيب ناس بروفيشنال يساعدوه لغايه اما يبتدي يحط ايده على المنظومه. طيب والله بص انا متهيألي كابتن رضا بيسمعنا، وانا هقول له يعني هقول وجهه النظر بتاعتك. ولا اهلي ولا زمالك، ولا انت زملكاوي ولا انت اهلاوي، ولا انت كنت بتلعب في السكه، ولا انت بتلعب.
يعني انت شايف ان المشكله ان الناس بتعاتب عشان انتماءات مش عشان اخطاء. عاوزين نلغي فقره التحليل التحكيمي من البرامج. ليه بقى؟ الماتش عدى خلاص، اصل الحكام مش هيستفادوا، ده انت العكس بتعمل مشاكل. تاني يوم يطلع رئيس النادي ده يقول لك ده الاستاذ ما اعرفش قال في ضربه جزاء، ده الاستاذ ايه ده فاول. نلغي موضوع مع احترامي للاعلاميين كلهم عشان الدوري يمشي. الدوري لو ما مشيش الاعلانات مش هيبقى فيه اعلانات، مش هيبقى فيه شغل، مفيش تحليل. يعني مع احترامي لكل الاعلاميين انا ما بتفرجش غير على حضرتك عشان بتتكلم بمصداقيه. ربنا يخليك. دي بقى هتوصلنا للنقطه الثانيه اللي انت قلت، تغيير المدربين في الزمالك هو اللي عامل المشاكل. ومع احترامي مش في الزمالك، ما حدش قالها، مش في الزمالك عامه يعني عامه وما حدش قالها. بس انت حضرتك عشان قلت في استقرار فني في النادي الاهلي، فاللعيبه حفظت بعض. غلطوا ما غلطوش مفيش مدرب هيمشي، مفيش حد هيطلع يتكلم عليهم، مفيش. انت شايف ان الزمالك هاجمت بعدها، شايف ان الزمالك محتاج استقرار فني؟ ما يا كابتن استقرار فني عشان اللعيبه هتحفظ بعض. يعني عبد الله السعيد عارف مين اللي هيطلع، علي معلول يروح حاططها له، ما اعرفش مين حاططها له. حسام عاشور لو ما لقاش عبد الله بيحطها الناحيه الثانيه لاحمد فتحي. ما استقرار الفني هو اللي بيعمل يا كابتن زي المكنه تمام. هو طبيعي يعني، كلام طبيعي ان دايما الاستقرار الفني بيدي نتائج احسن. يعني التغيير بيبقى لازم يبقى في الاوقات الصعبه او في الاوقات اللي فيها مشاكل يعني كتيره، يعني هزايم كتيره. طاهر قال لك يعني حسام البدري مكمل واللعيبه عارفه اللي هو مكمل السنتين مكملهم، فاللعيب هيخاف وهيحترم. طيب قول لي النقطه الثالثه ايه يعني؟ النقطه الثالثه حضرتك انا مش عاوز تخش في اي مشاكل مع حد وتقول رايك وتقول اللي نفسك فيه. واحنا من وراك كل اصحابي وكل الناس. الكابتن حازم عنده مصداقيه، ما عندناش مشاكل مع حد يعني. انا بتعامل مع الناس كلها ما انا عارف حضرتك اللي انا بقوله ببقى عايز اقوله اي حد يقوله باحترام وبنحترم الناس كلها. ويعني انا في حاجات في دماغي خش اتحاد الكوره 4 سنين وبعد ال4 سنين نشوف هنعمل ايه. كان نادي الزمالك اتحاد الكوره تاني، ده اللي هتكلم فيه. يعني انا شايف ان حضرتك هتبقى رئيس نادي الزمالك وده فخر كله على الله ان شاء الله. وللكابتن حماده انا كنت بتفرج عليه على القناه الثالثه، ربنا يخليه الشبكه. ربنا يخليه وربنا يرحمه. وعاوزك تعمل لنا حلقه عنه ان شاء الله في التلفزيون او في الراديو. خلاص حبيبي يا هاني، ربنا يكرمك. شكرا يا هاني، شكرا. اشكرك يا هاني، شكرا جزيلا. طبعا تليفوناتكم زي ما قلت 835 8802 دي رسائلنا. برضو عايز اقول حاجه. امبارح كان يمكن كلام كتير طلع على موضوع مستشار مرتضى منصور لما بيقول حازم يخش قدامي ويبقى في فرق اصوات والكلام ده كله. طبعا موضوع انا لو عايز اخش النادي يعني مش في دماغي دلوقتي. انا دخلت نادي اتحاد الكوره 4 سنين، وعشان انا راجل عندي كلمه ومحترم فبحترم الجمعيه العموميه اللي اختارتني ان اكون عضو مجلس اداره لمده 4 سنين. بعد ال4 سنين ان شاء الله نشوف الدنيا فيها ايه. لو ربنا اداني عمر يعني واداني نصيب ممكن اخش ساعتها ابقى افكر في نادي الزمالك. انا لسه عندي 41 سنه ان شاء الله يعني العمر صالحي باذن الله، فعندي لسه امور بفكر فيها. لكن انا دايما بمشي بخطوات، انا عارف انا عايز ايه من اللي بعملها ان شاء الله باذن الله. انا دلوقتي في اتحاد الكوره لمده 4 سنين، وزي ما قلت الرجوله ان انا اكمل واكون عندي كلمتي مع الناس اللي هو اديتني اصواتها لمده 4 سنين. فهكمل ال4 سنين ان شاء الله في اتحاد الكوره اللي اتمنى ان نكون املنا ان احنا نوصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله. وبعدين بعد كده بعد ال4 سنين ممكن اخش تاني 4 سنين تاني، ممكن ابقى عايز اخش نادي الزمالك، ممكن ما ابقاش عايز اشتغل خالص، الله اعلم يكون لي عمر ساعتها ولا لا. يعني الامور بتختلف من يعني او الدنيا من حال لحال بتختلف دايما. لكن ده كان يعني يمكن الرد على ان انا اخش انتخابات او ما اخش انتخابات. خلينا ناخد سيد. مساء الخير يا سيد. قطع سيد، تليفون قطع. طيب عايز اقول لكم ان الاتحاد الافريقي رشح 5 لعيبه افضل لاعب افريقي في 2016، ويمكن اسامي طبعا كلها ناس عملت موسم رائع الموسم الماضي. اولهم طبعا نجمنا محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف فريق روما الايطالي. القيمه التسويقيه لصلاح حاليا 22.9 مليون استرليني. خلينا ناخد تليفون محمد. مساء الخير يا محمد. مساء النور يا كابتن حازم، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن، ربنا يبارك لك. حبيبي انت في الشغل يا محمد برضه او في البيت برضه؟ محدش بيكلمنا من العربيه خالص مع ان الساعه 3:30 الناس في العربيات يعني. قول لي يا محمد. لا لسه راجع من الشغل كده ربنا يكرمك. بكلم حضرتك، ربنا يخليك يا كابتن. حبيبي قول لي عايز تقول ايه؟ تتكلم يعني عن الزمالك، عن الاهلي، عن الدوري، عن المنتخب؟ قول لي. هو انا هتكلم مع حضرتك الاول. اهم حاجه عندي يعني انا اهلاوي قلبا وقالبا زي ما بنقول، بس عندي الكابتن ابو تريكه والكابتن حازم امام دول
يعني حاجه كبيره جدا عندي يعني. حبيبي ربنا يخليك. وانا حابب اكلم كابتن حازم امام عشان اقول له ان انت يعني من افضل من جه في تاريخ نادي الزمالك. ربنا يكرمك. ويعني احنا بنحب الزمالك عشان كورتك الجميله اللي حببتنا فيه، وانا عمري يعني يعتبر اصغر من حضرتك شويه، فحبيت كوره حضرتك يعني، ده اللي حببني في نادي الزمالك. انت اهلاوي يا محمد؟ اهلاوي قوي 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 قوي. طب ورايك امبارح في ماتش الاهلي ايه مع كابتن حسام البدري امبارح وطلائع الجيش؟ لا هو بصراحه هو كابتن حسام البدري ميزته ان هو عارف يوظف اللعيبه كويس. يعني مارتن يول كان كويس، بس مشكلته ان هو كان بيحاول يطبق فكر في مصر ممكن يعني ما يتناسبش مع اللاعب المصري. لكن كابتن حسام البدري كان فاهم طبيعه الجو في مصر، طبيعه عبد الله السعيد السمغالي، عارف يوظف اللعيبه فعارف يشغلهم فبيدي الاداء ده. وانا متوقع يعني مع مرور مثلا 3-4 ماتشات او بعد كاس الامم الافريقيه هتتفرج على حضرتك على الاهلي تاني خالص خالص خالص. ليه بس الاهلي كويس امبارح يعني، الشوط الثاني كان كويس. ايوه انا بكلم حضرتك هيبقى افضل بطريقه كمان. يعني لان اللعيبه بدات تنسجم. انت شايف المدرب المصري بيبقى بيوصل معلومته اسهل من المدرب الاجنبي شويه؟ هو مش كل مدرب مصري، هو في مدربين لهم شخصيه يعني بتبان على اللعيبه بسرعه، بالذات في لعيبه الاهلي والزمالك. يعني انا في رايي الزمالك عايز لعيب مصري. الزمالك قصدي مدرب مصري بس يكون يعني شخصيته قويه شويه. يعني انا برشح كابتن حسن شحاته للزمالك عشان سؤال مش عايز تقريبا او مش هيخش دلوقتي. انا عارف بس يعني هي الفتره دي عايزه حد قيمه وقامه كده زي كابتن حلمي طولان برضه كان بس طبعا هو ربنا يوفقه في سموحه، بس احنا عايزين حد كده مع الزمالك لازم يكون من ابن النادي هو اللي هيحط ايده كويس على الجروح اللي في النادي. لكن الاهلي انا شايف كابتن حسام البدري هو دلوقتي المدرب الوطني بقى اجبار وليس يعني اختيار، لان الدولار انت شايف عامل ازاي، وكل الادارات الفنيه دلوقتي يعني يمكن دي حاجه انا شايفها دي حاجه في صالح الجمهور المدربين اللي عندنا وصالح الكره المصريه، انت تطلع جيل جديد زي ما قلت. يمكن طلع مؤمن سليمان، طلع احمد سامي امبارح ماسك نادي الجيش، ايهاب جلال، حسام حسن، ميدو، كلها اسامي مدربين اسامي جميله جدا وصغيرين في السن. 30 سنه اجمل كوره شفتها في حياتي شفتها مع الكابتن منو جوزيه طبعا ما حدش يختلف عليه طبعا. والكوره بتاعت كابتن طارق العشري مع حرس الحدود طارق العشري يعني صح. بصراحه صح. ممكن يرجع على فكره، في اخبار انه ممكن يرجع امبي الفتره الجايه دي، نشوف ان شاء الله. وانا متوقع له ان هو راجع امبي هينجد من امبي من اللي هو فيه، لان كابتن طارق العشري انا كان نفسي ان هو يدرب الاهلي. يعني هو كان قبل كابتن حسام البدري كمان. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، نورتنا حبيبي. طيب كنت بس بتكلم معاكم على الخمسه المرشحين لجائزه افضل لاعب افريقي. طبعا احنا يمكن منذ كابتن الخطيب في الثمانينات ما حدش وصل انه ياخد احسن لعيب في افريقيا ولا الحذاء الذهبي، وبالتالي محمد صلاح النهارده زي ما قلت لكم بيترشح، ولكن معاه مين بقى؟ معاه اوباميانج طبعا نجم بروسيا دورتموند الجابوني، طبعا مهاجم قوي جدا وهداف بروسيا دورتموند الالماني. قيمته التسويقيه 38 مليون استرليني. رياض محرز ابرز لاعبي المنتخب الجزائري ونجم ليستر سيتي، حصل على لقب الدوري الانجليزي وجائزه افضل لاعب في موسم 2015. دي اول مره لاعب عربي ياخد افضل لاعب في الدوري الانجليزي على فكره. قيمته التسويقيه 25. المهم ساديو ماني طبعا نجم ليفربول، قيمته التسويقيه 30 مليون. واسلام سليماني الجزائري، اثنين جزائريين في القائمه. انا بقول لكم اعتقد طبعا اتمنى كل التمني ان محمد يكسب، ولكن متهيألي هيبقى رياض محرز هو اللي هياخد الحذاء الذهبي. انه طبعا خد البريمير ليج، دي بطوله صعبه جدا، وخد احسن لاعب في البريمير ليج، دي برضو لقب صعب جدا. ده يعني وجهه نظري وليس رايي. يمكن الموسم الماضي هو اللي ظهر بشكل كويس كان رياض محرز. بشكركم طبعا شكرا جزيلا. بشكر طبعا مينا في الميكس، وصلاح وجاد في الاعداد.